هلو يلا نعمل مع بعض شنطة جديدة. شنطة كمان فيها مميزات هقول لكم ايه هي، وكمان سعرها هيكون حلو جدا لو انت هتعمليها او لو هتعمليها مشروع. اول حاجة معايا هنا خرز مدور، خرز بلاستيك مصري مش مستورد، ولمعته حلوة زي ما انتم شايفين، والخرزة ما فيهاش عيوب كتير ولا اي حاجة. سعره كمان حلو جدا بالنسبة للخرز الأسود الكريستال الأكليريك المستورد اللي هو يعتبر ماركة الغزالة اللي في السوق. أول حاجة كده جبت ده كيس نص كيلو، معايا قصافة ومعايا الخيط. استخدمت هنا خيط 60 لأن فتحة الخرز دي واسعة، والخرزة كبيرة كمان هتبقى خفيفة. لو استخدمت خيط أقل من كده ممكن كمان 70. أول حاجة حطيت 4 خرزات، ورجعت في آخر خرزة منهم عملت حلقة، وخدت الفتلة التانية وعملت غرزة رباعية، وطلعت بعد كده بخرزتين في الفتلة اليمين وخرزة في الفتلة الشمال، وعملت حلقة في اللي فيها خرزتين في آخر خرزة في الخرزتين، وقمت مدخلة الفتلة التانية وعملت حلقة تانية، وتكون عندي كده غرزة رباعية تانية. هكرر نفس الحكاية لحد ما اوصل لطول الشنطة اللي احنا عايزينه. انا هنا ده انا بعمل نموذج عشان اوريكم اخر غرزة في السطر. بعد ما تخلصي العدد اللي انت عايزاه بيبقوا 3 خرزات في الفتلة اللي ناحية ايدك اليمين. هتحطي 3 خرزات وتلفي الخيط حوالين الفتلة التانية وتدخليه في أول فتلة، زي ما أنا بعمل. ودي أسهل من العقدة لأنك ما بتبقيش عايزة تشدي الخيط كل مرة، وهتسدي الخيط وتسحبي كده. أنا طلعت بالخيط للدور التاني، الصف التاني، طلعت بالخيط الخراستين فوق زي ما انتوا شايفين. أهم حاجة بتشدي. أنا عن نفسي بشتغل بغرزة العقدة، واللي انتوا حابينه اشتغلوه. آه، حتى لو عملتيش بالعقدة حاولي اعملي كل شوية غرزة عقدة عشان تمسك معاكي الشنطة. تاني غرزة من السطر التاني بحط 3 خرزات في الفتلة اليمين وبعمل اللفة أو العقدة وبسحب الخيط. نفس اللي هعمله في السطر دوت هو اللي هيتكرر معايا في طول ارتفاع الشنطة اللي أنا عايزاه. بعد كده بمشي بالفتلة اللي تحت او الفتلة اللي ناحية ايدك الشمال، وتنزلي في الخرزة اللي على السطر اللي عليها الدور، وتحطي خرزتين في الفتلة اللي فوق او اللي ناحية ايدك اليمين، وتلفي وتعملي العقدة او تعملي العقدة وتسحبي منها الخيط. الطريقة اللي تحبيها اعمليها. بس كده، وابدأي شدي. نفس الحكاية هكررها في بقية الغرز. بنزل بالفتلة اللي تحت في الغرزة اللي تحت، وبالفتلة اللي فوق بحط فيها خرزتين، وهكذا. بس كده هوصل لاخر واحدة في السطر، وهنرجع نشوف هنعملها ازاي. والسطر ده هيبقى تكرار كل سطور برضو دخلت بيها في الخيط منها. بس دي بقى ما بحطش الخرزتين في الفتلة اللي فوق، بحط الخرزتين في الفتلة اللي ناحية ايدي الشمال او اللي تحت، وبعمل العقدة وبسحب علشان اطلع بالخيط برضو الفتلتين اللي فوق. هكرر بقى نفس الحكاية في عدد الغرز اللي انا عايزاه. انا هنا عملت 21 سطر، عملت العرض 11 والطول 21، 8 ظهر و8 وش و5 قاعدة. عشان الخرزة هنا كبيرة، الخرزة هنا تقريبا 12، هي مش بتتباع بالمقاس بس يعني بالإحساس كده، يعني ممكن تكون 12 كده. الخرزة دي بلاستيك مصري، ونتيجته حلوة على فكرة، وشغله حلو وخرزته حلوة وما فيهوش عيوب كتير. يعني الكيس كله ما طلعتش فيه غير خرزة او خرزتين بايظين، وحاجات بسيطة جدا بتقصيها بالقصافة كده لو لقيتيها في قلب خرزة. نبدأ بقى نعمل الجناب. باخد 8 ظهر و8 وش والطول اللي انتي عايزاه. بحط الخيط في الغرزة التامنة واول غرزة من القاعدة، وهدخل خرزتين في الفتلة اللي فوق، وهبدأ أشد. عشان أكون عليهم غرزة رباعية لازم أعمل العقدة وأسحب فيها الخيط وأشد. يبقى أنا خدت الغرزة التامنة مع ال5 اللي في القاعدة. هبدأ بعد كده همشي الخيط في الخرزة اللي بعدها، وأسحب وأحط خرزتين في الفتلة اللي فوق، وهحط 2. هكرر كده في التانية والتالتة والرابعة، وهاجي على ال5 اقول لكم هنعمل فيها ايه. والتكرار السطر ده هيبقى تكرار الجناب في السطرين. خلاص هحط في اللي بعدها واللي بعدها.
هاجي بقى في اخر واحدة اللي هي الخامسة، باخد الخرزة الخامسة مع الخرزة التامنة من الارتفاع التاني، وكده هيبقى معايا 3 خرزات هيبقوا معاكي على في الخيط. هتحطي واحدة في الناحية اليمين كده، انت طلعتي بالخيط اهوت فوق. عايزين السطر اللي بعده ازاي؟ بمشي في الفتلة الشمال في الخرزة اللي عليها الدور فوق، اللي هي السبعة تعتبر اللي عليها الدور، وهحط فيها كده هيبقى معايا كام خرزة تحت وخرزة فوق على الخيط اللي فوق وخرزة على الخيط اللي تحت. هحط خرزتين في الفتلة اللي فوق. معلش هو الخيط عقد ففكيته وعملته. احط خرزتين واعمل العقدة. طبعا انا عاملة معاكم الجناب اكتر من مرة، بس حابة برضو للي بيشوف اول مرة الفيديو يشوف. انا المرة دي الاختلاف ان انا بعمل معاكم بالخرز المصري، على فكرة سعره بيفرق جدا في الاسود بالذات، يعني في كل الوانه طبعا، بس الاسود بالذات في اي خرز تاني بيبقى غالي، بيوصل ل 270 و 280 في الكيلو. خلصت الجنبين وقفلت الجنب واحد بس واقفل معاكم تاني. ازاي؟ هقول لكم دلوقتي اللي هو عملت ضميته يعني. هنا عملت القلاب عملته سبت 2 من كل اتجاه، يبقى هعمل 7، 2 شمال و2 يمين، من 11 هيتبقى لي 7. عملت 7 وطلعت بيهم 6 سطور، وهبدأ أشبك بقى. هشبك ازاي؟ هنشوف مع بعض. طلعت 6 سطور ليه؟ لأن القاعدة هنا عريضة، فلازم أغطي القاعدة وأنزل تحت عشان أعرف أركب القفل. حطيت فتلة وعديت خرزة الأول، الفتلة من خرزة في القلاب، وحطيت خرزة وطلعت وشبكتها قدامها في الشنطة، وما عملتش عقدة، مش هينفع عقدة. وهتسحبي بعد كده هتحطي خرزة في النص بينهم في اي فتلة شمال او يمين، وتعملي فيها العقدة وتسحبي زي ما انا بسحب كده. يبقى اول واحدة بتحطي الخيط في خرزة وتدخلي الخرزة اللي في القلاب، وتدخلي خرزة وتشبكيها وتحطي الخيط الطرف التاني في الشنطة، وبعد كده هتحطي خرزة وتعملي عقدة في اي طرف من الاتنين وتعملي عقدة. بعد كده هتعملي ايه؟ هتطلعي بالفتلة الشمال في القلاب مثلا، والفتله اليمين في الشنطه على الاتجاه بقى اللي انت بتعملي فيه يعني، والفتله اليمين في الشنطه. على فكره انا عملت التشبيك معاكم كتير، وتحطي خرزه وتعملي العقده وتشدي. انا عملت كده خلصتهم وقفلتها كده، بقت بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عملت القلاب معاكم اكتر من مره، بس تاني نعمله تاني عادي يعني. خلاص كده نقفل بقى الجنب كده. بقى هما كانوا 6 وبغرزة التشبيك بقوا 7. تمام، يبقوا 7 كده. القلاب حلو والشنطة متغطية وزي الفل. هقفل بقى الجنب التاني زي الجنب ده، وهقول لكم مقاسات الشنطة دي ايه، وهي خدت قد ايه من الخرز علشان تبقوا فاهمين. لو جبتوا كيس مثلا نص كيلو، هو بيتباع الخرز ده بالوزن. يعني لو عايزة كيلو يديكي 600 جرام، يديكي كيلو إلا ربع يديكي. ودي الميزة اللي انا عايزة اقولها، لان كتير جدا بيشتغلوا الخرز ده ويقولوا ان هو مستورد، لكن هو حقيقي مصري. فحبيت برضه اقول لكم لان بيفرق في سعر الشنطه. هنا جبت قطعه خيط والجنب بيبقى 5، سبت الاولى وسبت الخمسه وخدت الثلاثه في النص. الخرزه اللي نايمه على السطر خدت الثلاثه، عديت بينهم الخيط وحطيت خرزه في اي طرف من طروف الخيط، وعملت عقده وهبدا اسحب واخلي الخيط في النص. انا هنا عملت خيط حوالي طوله 3 متر ونص، علشان هطلع بالدراع مره واحده علشان ما اعملش وصلات خيط كتير، وده حلو جدا في حتة الدراع عشان ما يقطعش منك. اهي حطيت الخرزة، هعمل العقدة واحط الطرف التاني وهبدأ اشد عشان اضم الجناب. لو عايزين الجناب مضمومة، لكن لو مش عايزينها مضمومة مش هتعملوا الحركة دي. وهبدأ اسحب. طبعا هي هتقفل معاكي من تاني خرز. شايفين شكل الخرز؟ ودي الشنط المعتادة على فكرة اللي بتتباع كتير، لان الكريستال بيبقى رفيع جدا وشغله كتير، وتكلفة الشنطة بتبقى غالية ومحدش بيشتريها بالسهل. بعد كده لما ضميت الجناب طلعت بقى بالخرزة اللي في التالتة برضو، وعديت فيها الخيط من ناحية والخرزة في التالتة من الناحية التانية، واحط خرزة برضو وهقفل الجنب التاني. يبقى انا كده 2. ممكن الجنب ده تقفليه على 3 على 4 على 5 زي ما انت حابة.
طبعا انا عامله لكم تفاصيل التفاصيل قبل كده، بس انا حابه اشارككم فكره الشنطه اللي بالخرز المصري. هطلع بقى في اخر واحده التالتة اهي، هشبك بقى، هطلع بيها الفتله برضو، اعديها شمال واعديها يمين، وبعديها هحط الخرزه التالتة وهسحب. يبقى انا كده قفلت الجنب على 3. اهم حاجه في تقفيل الجناب بتعملي غرزه العقده، لان عشان ما تفتحش منك. شوفوا مساحه الشنطه كبيره ازاي. وكمان عايزه اقول حاجه في الخرز ده، ان شغله اسهل بكتير من الخرز. وكمان بقى المفاجاه ان انا ما جبتلكوش الكريستال بلاستيك بس المصري، لا ده انا جبتلكوا الخشب المصري كمان، هنزله لكم في الفيديو اللي بعد ده. بعد كده بعد ما تقفلوا الجناب بدات اطلع بقى بالدراعين. الدراع بقى هعمل ايه؟ دي فتلتين، فتله اليمين هحط فيها خرزه والشمال هحط فيها خرزه، وهبدا اضم الاتنين على بعض واحط خرزه، هقفلهم كده يبقوا زي شكل المثلث. هعبي بقى الدراع بالكميه اللي انا عايزاها، الطول اللي انا عايزاه. انا هنا عملته طوله 110، وده الطول الكبير. عايزه تقللي تزودي حسب ما بيبقى مطلوب منك. بعد كده انا كنت ضامه الخيط، فتحته تاني وحطيت خرزتين، واحده شمال واحده يمين، وهبدا اشبك في الجنب التاني والف بقى واعمل عقده واربط واعمل. اهم حاجه هعمل عقده اكتر من مره، ده جفت كده بسحب بيه، لان الخرز خلاص قفل على بعضه. لكن صعب. الميزه كمان في الخرز ده فتحته حلوه، بتشتغل بخيط تخين وبتعدي وكل حاجه بكل سهوله، يعني مش صعب قوي. هو دي كنتوا شايفين نتيجته، لا جربان ولا مطفي ولا في عيوب زي ما حد بيقول ولا اي حاجة. وانتظروا بقى المفاجأة، الخرز المصري وجماله، بديل الخشب المستورد. وطبعا سعر الشنطة انتي بتقليها في لما تيجي تبيعيها. يعني لو دي بتتباع مثلا ب 250، هتقلي مثلا 50، بحيث ان انتي برضو يعني وفرتي على اللي هتشتري منك واللي في نفسها في شنطة تلبسها. وفي نفس الوقت كمان شغلها سريع وحلو وخليتي الناس تلبس. يعني انت مش هتوفريهم وتزوديهم على اجرتك، يعني او على اللي هتاخديه انت. لو بتاخدي مثلا في الشنطة 100، مش هتاخدي مثلا 150، لا هتوفريها على الزبونة، علشان تشتري وتلبس وتاخد واحدة واتنين وتدي لحبايبها واللي في نفسها حاجة تلبسها. هو ده الغرض منها. نبدأ بقى نركب القفل. بتجيبي القفل وبتجيبيه من أفيونة في اسكندرية، عشان هو يعتبر أرخص واحد بيبيع القفل. جبت 4 قطع خيط، القطع حوالي نص متر كده وأقل شوية، وبدأت أقفل القفل بإيديا وأعديها من الجنبين زي ما انتوا شايفين، شمال ويمين، وركبته معاكم كتير جدا. هعد 3 شمال و3 يمين، وبعديها هنزل بقى القفل مطرح ما انا عايزاه، في التاني في التالت، زي ما انا حابه. بتركبيه ازاي؟ بتعديها هي الخرزه اللي فوق، وترجعي في طرف وترجعي فيه تاني وتعملي العقده وتسحبي الخيط بتاعك وتعملي العقده مرتين. انا بعملها هنا مرتين واسحب. وفي الطرف اللي تحت هعمل نفس الحكايه، انزل في الغرزه اللي تحت اهي وارجع تاني بيها واعمل العقده. ادي عقده، بلف مره كمان عشان تبقى جامده، اشد وارجع بقى اخد الطرفين اللي هيطلعوا، هعمل نفس الحكايه في الخرزتين اللي في الجنب اليمين والجنب الشمال، واتوه الخيط وارجع لكم بقى. خلاص كده فهمتوا الفكره. واقعد عقدتين على فكره، بلف الخيط حوالين القفل كمان، اخد كل طرفين اقوم ربطهم بعد ما بعمل الجناب كمان واربط. يبقى لازم بعمل القفل. انا منزله لكم فيديو لتركيب القفل لوحده علشان يبقى بالراحه.
وده الشكل النهائي بعد ما قفلت تحت وقفلت فوق. واهم حاجه تظبطي ايدك في الشنطه مربعه وجميله جدا، وشنطه واقفه مش طريه ولا اي حاجه، وخرزتها ما بتخربش في الايد، وخرزتها ناعمه، ومساحه الشنطه كبيره. خدت قد ايه بقى؟ ده اللي هنشوفه، وده اهم من الشغل، ضبط الشغل طبعا. وانا حبيت افرحكم. خدت نص كيلو الا حاجه بسيطه، طبعا عشان الخرزايه كبيره، لكن لو الخرزايه كانت اصغر ولو توفر الاصغر هقول لكم بتاخد اقل طبعا من نص كيلو. وعملت الدراع، والدراع جامد جدا، والخرزه والشنطه على فكره كيوت قوي وجميله قوي 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 وعمليه طبعا يعني. وبالنسبه لسعرها كده ولا حاجه. شنطه مساحتها بقى هنقيسها مع بعض عشان الناس اللي تعرف برضو نص كيلو هيبقى قد ايه، عشان لو حابه تجيب ازيد وتكبر. العرض بتاعها 17 سنتي، هي 16 سنتي بالظبط، عشان هي بتاخد موبايل وسط، يعني تاخد موبايل بس مش كبير قوي. العرض بتاعها 12، الارتفاع الطول بتاعها 12 والعرض 16. والدراع انا عملته 110 سنتي، والقلاب 7 غرز يعني حوالي 11 سنتي. واشوفكم يا رب على خير في فيديو جديد وفكرة جديدة اقتصادية برضو وحلوة قوي. مش كل حاجة الغالي، علشان في ناس يا عيني ما تقدرش تجيب الغالي، فلازم نراعي الناس. انا لفيت وجبت الخرز وجربته، والاول مرة اجربه، والنتيجة بتاعته اهيت، ونتيجته حلوة قوي وعلى ضمانتي. عايزين بقى تعرفوا المكان فين؟ لان دي مش دعاية، هقول لكم لو عايزين في الكومنتات. يا رب اشوفكم على خير في فيديو جديد وحاجة جديدة بإذن الله، وما تنسوش لايك وشير للفيديو.